بفصل الصيف الجسم بيحتاج عناصر غذائية وفيتامينات عشان تساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل مع بعض عصير الأناناس والموز والحليب عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. بس يلا نعرف مع بعض أهم 7 فوائد لفاكهة الأناناس. يعتبر الأناناس مهم في تقوية الذاكرة والتركيز وبيقلل من الإصابة بالزهايمر عشان في الأناناس مضادات أكسدة. الأناناس من الفاكهة المهمة في تحسين صحة المخ عشان في الأناناس حمض الفوليك والبوتاسيوم. الأناناس مهم في تسهيل عملية الهضم وبيعالج الإمساك عشان في الأناناس ألياف غذائية. الأناناس بيساعد في تقوية صحة العظام عشان في الأناناس فسفور ومنجنيز. تعتبر فاكهة الأناناس مهمة في الحفاظ على صحة البشرة عشان في الأناناس فيتامين سي. الأناناس مهم في علاج التهاب المفاصل عشان في الأناناس خصائص مضادة للالتهابات. يعتبر الأناناس مهم في تخفيف آلام العضلات عشان في عنصر البوتاسيوم. وممكن ناكل الأناناس فريش أو نعمله عصير، ولما نيجي نشتري الأناناس بيكون من أي سوبر ماركت. يلا نعمل عصير الأناناس والموز والحليب مع بعض. هنجيب واحدة من الأناناس ونغسلها وبعد كده نقشر الأناناس، وبعد كده نقطع الأناناس قطع صغيرة، ويلا نحط الأناناس في الخلاط بسم الله، ونزود عليه كوباية مية، ويلا نشغل الخلاط، ويلا نصفي عصير الأناناس ونزود معلقة عسل أبيض. يلا هنزود صباع موز ونضيف معلقة مكسرات الفول السوداني المطحون أو أي نوع من المكسرات اللي موجودة عندنا، ونزود على عصير الأناناس والموز نص كوباية حليب خالي الدسم أو كامل الدسم، ويلا نشغل الخلاط، ويلا نصب عصير الأناناس والموز والحليب مع بعض. وبكده بقى عصير الأناناس والموز والحليب جاهز عشان نشربه. وسيبولي رأيكم في عصير الأناناس والموز تحت في التعليقات. وبكده يبقى احنا عرفنا النهاردة أهم 7 فوائد لفاكهة الأناناس، ازاي نعمل عصير الأناناس والموز بطريقة بسيطة تساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات أكتر عايزين دعم ليكم للقناة. ولو في أي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب